وقد تعجبون كيف يكون ذلك وأنا هنا الآن بدي أطالب بالشيخ كايد بتعويضات وطالب دار النجار بتعويضات، وإذا بيسدوش بدي طالب أهل العراب كلياتهم بتعويضات. بتعرفوا ليش الآن؟ وأنا عمري 10 سنين كان لنا صاحب من دار النجار، صاحب لوالدي ابن عم الشيخ كايد اسمه أبو عطوة رحمة الله عليه. بالفرصة أبو عطوة كان في له قطعة أرض حوالينا هناك جنب العزير، فالفرصة يبعثنا حياة أبوي نلعب إحنا أولاد أبو عطوة، طبعا هنا موجودين الأوادم السيد عطا الله والحاج عايد وعطوة وغيرهم. كان عندهم كرم هون بوادي حصين بعد فيه زيتون ولوز. المهم طلع محسوك على اللوز ما وقعت الا ايدي مكسوره، هاي ايدي الشمال. ابو عطوه طب كيف جايب الولد يكيف هنا وينبسط شو اللي يروح مكسور. اخذني على مجبر بشفع عمر بالليل. شو التجبير؟ بيض وخشبات صغار. المهم تجبرنا وروحنا. بدوش ابعثه يروح لنفس اليوم، بده يهدي الوضع. طبعا لا في تلفونات يومها ولا ايميل ولا غيره. بعد كم يوم ركبنا على هداب على الجحش بعيد عنكم، ومن هنا من نزلة مساكيت بده ينزل فيه وين؟ على البطوف على العزير. بنزلة مساكيت بعرف شو الوضع، كينين حجلات مش ذاكرهم الحجلات وكلمة بعيد عنكم، نطموا قدام الجحش الا الجحش جافل الا محسوكم تحت عن ظهر الجحش. حضرتي ايه ابو عطوه مسكين خليك شو الولد ايده مكسوره، الايد الثالثه بيصير يا لطيف ربك حميد طلعت الايد مش مكسوره. لكن بصراحه بقول المجبر ما كان شاطر لليوم. هاي الايد طلع شيء سر يعني هذه الايد بشكل هاي الايد يعني هذه الايد الشمال اللي كسرت بوادي حصين بعدها غير طبيعيه. الى الحق طالب الشيخ كايد التعويضات ولا مريض الحق؟ لا المجلس ما كانش مجلس يوم هذا. على كل حال بما انه الشيخ كايد زفت الشارع وزفت طريق البطوف انا مسامحه ومتنازل عن كل الحقوق اللي لي. لكن من تلك السنه وانا اذكر تماما هذا التاريخ المبارك الذي فيه طفل في من ذلك الوقت طفل في مثل جيلي يرى عمامة، ويومها كانت العمائم قليلة. لا أخفي سرا أن أقول بأن عمامة مباركة كعمامة الشيخ كايد كان لها أثر في نفسي وفي صياغة شخصيته رغم الجيل الصغير يومها، وفي ميل نحو الدين، وفي ميل نحو العبادة، وفي ميل نحو الاعتزاز بالإسلام في وقت كان قليل من يعتز بالدين يومها. لك الشكر أيها الشيخ رغم أنك دعوتني بشكل غير مباشر، ولا أظنك عرفتني يومها، ولا أظن مثلي كان يمكن أن يجلس مع مثلي، خاصة في زمن كان يقال إذا أراد الطفل أن يدخل في الديوان الأولاد بيقعدوش مع الزلمة شيء. وبحق فعلا يمكن يومها أنه ما كان ولد مثلي يقعد مع الرجال، لكن بصمات بقيت وأثار لم تمحى من حب واعتزاز لمن حملوا لواء الدين ولمن رفعوا راية التوحيد في تلك المرحلة. هو الحب الصادق إذن لهذا الشيخ الفاضل الذي نعذره إن أراد أن يفارقنا، بل ونشكره جزيل الشكر على أن تصبر وتحمل حتى وإن كان التكريم لذاته الجليل المباركة. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة. ما المقصود بأنه كان أمة؟ أي أنه كان يسد مسد الأمة في المهمة التي قام بها.
ليس غريبا أن يكون الشيخ كايد أمة وأن يؤدي وظيفة كان يمكن أن يتطلب الأمر رجال كثر من أجل أن يحسنوا أداءها، لكنه بالتصميم والإصرار والإيمان برسالته رسالة الدين استطاع الشيخ كايد أن يسد مسد كثيرين. نعم، ليس هو الدين الذي فقط أن نجلس خلف المحراب وفي المسجد، وإن كان هذا أساس الدين وعماده، لكن الدين يعلم الناس فعل الخير، ولكن الدين يعلم الناس كيف يضحون ويبذلون وينفقون أنفسهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله وفي حب الوطن وفي حب البلد. هكذا حب الدين فعلا. وأنا أصادق تماما على ما تفضل به أستاذ حنا من أن الدين يجب أن يكون وكان دائما هو صمام الأمان. إذا ذكرت حركات الجهاد وحركات المقاومة في عالمنا العربي والإسلامي من نذكر؟ إذا ذكرت المقاومة في الجزائر ألا نذكر عبد القادر الجزائري؟ إذا ذكرت المقاومة ضد الاستعمار في المغرب ألا يذكر عبد الكريم الخطابي؟ إذا ذكرت المقاومة ضد الاستعمار الطلياني، وأقول هنا عبد الكريم الخطابي هو الشيخ عبد الكريم الخطابي، هو الشيخ عبد القادر الجزائري، هو الشيخ عمر المختار، هو الشيخ عز الدين القسام، هو الشيخ حسن البنا، هو الشيخ كايد وإن لم يحمل السلاح الشيخ كايد. لكن لأن خدمة الوطن ليست دائما بمن يحمل السلاح، هناك من يحمل السلاح ويجب أن يعملوا على ذلك، لكن هناك من يجب أن يبقوا جدوة الإيمان المعنوية، الصدق، القناعة في الحق. هذه مؤتمن عليها فئتان اثنتان، غابت عنا واحدة بقيت الأخرى. عنهم قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة، الأمراء والعلماء. أما وفي زمان بداية الشيخ كايد افتقرنا إلى الأمراء، أي إلى الزعماء الذين يقودون الأمة نحو التخلص من ذلك الواقع، فبقي العلماء، بقيت المنابر التي ما أرادت أن تسكت ولا أن تنخرس لما أريد لها أن تنخرس. وأنا هنا أتحدث عن فترة لم أعشها ولكن عاشها الشيخ كايد يقينا، الفترة التي كان إذا مات فيها الإمام لم يكن له بديل، وإذا كان الإمام صاحب علم ومات كان يؤتى بمن ليس عنده من المقومات العلم ما يستطيع أن يؤدي دور الإمام ودور الخطيب. أنا أختصر وأقول هي مرحلة وانتهت. زرع الشيخ كايد قد أتى أكله والحمد لله. البذر الذي بذره قد نما واستوى على سوقه. فنحن في عرابة الخير، نعم، مساجد ومنابر، بل ها نحن في عرابة الخير على اختلاف مركباتنا السياسية والفكرية. لا أظن أننا نختلف إلا عن بعض وسائل في العمل، غير أن ما يجمعنا إنما هو الهدف الواحد، الهدف أن نعيش في أرضنا هذه أعزة كرماء، أو أن تضمنا هذه الأرض في بطنها شهداء. لا مكان لنا إلا أن نحيا على هذه الأرض وفوق هذه الأرض. أيها الشيخ الفاضل، لست في معرض الإشادة ولا التبجيل، وإن كان كل ما يقال لن يوفيك حقك، لكن أقول لك أخيرا شيخ كايد عمر طويل إن شاء الله، وختام حسن بإذن الله. اطمئن، أنت سلمت الراية، أنت سلمت الراية. هذه الراية لا يمكن إلا أن تظل مرفوعة. أقصد هنا بكل وضوح راية الدين والاعتزاز بالإسلام، الإسلام مشروعا سياسيا دينيا تعبديا حضاريا. فامضي إلى رحاب الله أيها الشيخ الفاضل، ونحن إن شاء الله على العهد ماضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.